عمركم سألتوا نفسكم شاور العروسة بيكون فيه ايه؟ اصل شاور العروسة ده شاور ملكي، ما بيبقاش فيه اي حاجة كده وخلاص، ده كل منتج فيه معمول له حساب. عشان كده احنا في مونيت ستور عملنا ليكم عرض نزلناه على السايت اسمه الشاور العروسة، حرفيا حرفيا في كل المنتجات اللي اي عروسة هتبقى محتاجاها في الشاور بتاعها. اول منتج معانا في الشاور بتاع العروسة الكلافزات بتاعة أليس. مش كل الترندات تستاهل انها تبقى ترندات، بس الترند دوت يستاهل ونص انه يبقى ترند. عايزه اقول لكم بيسيب الجسم ناعم ناعم ناعم. وكمان معانا جوه العرض بتاع شاور العروسه الكاندي سكراب. على فكره عايزه اقول لكم الحبيبات بتاعه الكاندي سكراب بتقشر الجسم بطريقه حلوه جدا جدا، ده غير اللي هو بيحتوي على شاور جيل فبيخلي الشكل كده فوم حلو قوي. وكمان معانا في شاور العروسه وهو من المنتجات اللي بالنسبه لي اساسيه قوي ملح الحليب الاماراتي. تاني منتج بالنسبة لي ومن المنتجات المهمة قوي قوي في شاور العروسة ملح الحليب الإماراتي. الملح ده حرفيا هتحطيه في أي مكان هيعمل له تفتيح فوري أيا كان المناطق إيه، لأن هو آمن لاستخدامه على كل المناطق زي ما انتم شايفين. أي مكان هتحطوه ما شاء الله هتشوفوا نفسكم يعني فتح معاكم درجتين 3 بشكل فوري. كمان بقى معانا منتجين مهمين جدا جدا بجد مهمين قوي. الغسول بتاع المناطق الحساسة غسول البكيني، وممكن كمان تستخدموه مع القلافزات بتاعت أليس، خطير كمان للجسم مش بس لمنطقة البكيني. وهنا معانا اللوشن فوم ليدي سكسي، حاجة ترطيبها حلوة قوي، بيدي نعومة حلوة قوي وفي نفس الوقت بيدي ريحة يعني تحفة.